السلام عليكم. كشفت مصادر أن نادي الاتحاد أبلغ الثنائي حسن كادش وصالح العمري بأن الموسم الحالي هو الأخير لهما، وطلبت إدارة الاتحاد من الثنائي البحث عن عروض احترافية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وتشير التوقعات داخل نادي الاتحاد إلى أن الثنائي كادش والعمري لن يستمران مع الفريق للموسم المقبل بعد ظهورهما بمستوى بعيد عن المتوقع. وكان الاتحاد قد تعاقد مع كادش في صيف 2023 قادما من نادي التعاون، بينما ضم الاتحاد صالح العمري من صفوف نادي أبها خلال نفس الفترة.